السلام عليكم، أنا محمد من سوريا وزوجتي من الجزائر. تم ترحيلنا قسرا على الشمال السوري عن طريق معبر جنديرز. أنا مقيم باسطنبول من 10 سنوات، معي كملك اسطنبول. زوجتي جزائرية وعندي 2 أطفال كمان معهم جنسية جزائرية. إقاماتهم سياحية بتركيا وفعالة، يعني ما إنه عليها أي مشاكل، وأنا كذلك الأمر ما علي أي مشاكل. تكمشنا تقريبا بالريحانية، كنت بمكان علاج لزوجتي لأنه زوجتي من ذوي الاحتياجات الخاصة والضريرة، هي ما بتشوف. وتم القبض علينا هنيك من طريق الجندرمة أو العسكر التركي مثل ما بتقولوا، وأخذونا. حاولت كثير إني أقول لهم إنه زوجتي مثلا جزائر، يعني إنه زوجتي جزائرية ما بصير ترحل للشمال السوري أو شيء أو هيك من هذا الشيء. ما كانوا يصدقونا، ما كانوا يردوا علينا، كانت معاملتهم معنا جدا سيئة. وحتى انه اخذونا من تركيا لمعبر جنديرز بدون ما ياخذونا حتى على مخفر، لا بصمونا ولا اي شيء صار معنا، يعني فورا مباشره ديركت على سوريا. السلام عليكم. أناشد السلطات التركية التراجع عن هذا القرار التعسفي، ترحيلنا إلى سوريا وأنا جزائرية وفي ذوي الاحتياجات الخاصة وأنا وأطفالي. قعدنا بالشارع بدون أكل، بدون لبس، بدون ولا شيء، وما كانوا يسمعونا. كل ما نقول لهم بس إنه شوفوا أوراقنا، إذا عملنا غلط أخي رحلني على بلدي، بس نسمع منهم كلمة سوس سوس، اسكت لا تحكي، اسكت لا تحكي. حتى طلعونا عن الخط العسكري ولقينا حنا استلمنا الشرطة بجندريس وعملوا لنا كل شيء، يعني التحقيق وشلون جيت وكذا اكيد. وكما اناشد السلطات الجزائريه والسفاره الجزائريه بتركيا التدخل السريع، لانه نحن في وضع يعني مزري جدا جدا انا واطفالي. وشكرا.